السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عايزين بقى نعرف الحمام ده اتعمل ازاي. أولا يا حبايب قلبي، صلي على رسول الله وقول يا رب كده: اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين. ده كان فطارنا يا حبيبتي. عملنا بقى فاصوليا بيضة وشوية رز وشوية ملوخية زي ما انت شايفة، ومخلل بقى، وعصير فراولة وإيه واللي انت عارفاه. نخش على الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا كمية حمام محترمة. الحمام ده من عندنا من البيت، عبارة عن رز، وحطيت له دبس رمان وبصل وشوية بهارات كده محترمة، وعندك سمنة بلدي حطي، عندك زيت أي مادة دهنية زي ما انت عايزة، وتخليه طبعا الجلد قبل كده. أنا منزلة فيديو ازاي نخلي الحمام وننضفه من الألف للياء. هنا هيبقى الفيديو بتاعنا جميل كده وصغير كده ولذيذ، ومعلومة عشان تطلعي الحمام بتاعك مليان كده وما يفتحش منك وانت بتسويه. طبعا الحمام ده صغير تمام. انا عملت الكبد والقوانص، شوحتها كده في البصلة معايا بحبة رز كده، وحطيت بهارات بقى، وحطي بقى البهارات اللي نفسك فيها، بس حطي دبس رمان هيبقى طعمه خيال. وجربي وما تنسيش اللايك يا ست الكل، فضلا وليس امرا يا حبيبه قلبي. انا هنا بوريك حجم الحمام بيبقى صغير. دي المطاعم والمحلات بتعمل العمله دي يا جماعه، بتبقى الحماميه صغيره وتحشيها رز، والرز هنا بيستوي تماما، الا يعني ايه، الا شعرايه بسيطه كده تخليه ني. ماشي. وهتلفيه في ورق الفويل، عشان ورق الفويل هيحفظه ليكي، مش هيكتر من ايه السوا بتاعه وايه، ولا هيتفتح منك. تمام تمام. بصي انا بوريك اهو الاحجام، بسم الله ما شاء الله. كل ما تزوديه كل ما تكبر معاك فرده الحمامه. وهنا بقول لك ايه يا ست الكل، حطي لايك. هنا اهو انا مجهزه ورق الفويل بتاعي اهو، وبحشيها برضه، اكمل حشوها، وهلف كل الكميه اللي عندي دي، وهلفها بالورق ده كده اهو، واحطه في في ميه مغليه. هي الكميه دي كلها معايا. حطيت طبعا بصل وفلفل اسمر وقطايه واللازم منه للشوربه، بهارات الشوربه عادي خالص زي ما انت ما بتعمليها في قلب بيتك اهي، وتكون الشوربه بتغلي. بس اما تحسي بقى تطلعي واحده منهم كده وتشوفيها استوت ولا لا. ومع الف سلامه.